السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنكلمكم عن سهمين من أهم الأسهم إن شاء الله اللي احنا بكرة هنلاقي فيهم تحرك كويس، وهيكون فيه أرباح مرضية للجميع إن شاء الله. طبعا أول سهم هو أوراسكوم للتنمية مصر، رمز السهم ORHD. طبعا السهم دوت يا جماعة من الأسهم اللي نزل عليها توصية من رامبل، وطبعا التوصية أساسية. يعني إيه توصية أساسية يا جماعة؟ يعني هي بتستهدف على المدى الطويل، والمدى الطويل دوت اللي هو بيكون سنة فأكثر. فطبعا يعني اللي هم بيحبوا طبعا يستثمروا في نوعية الأسهم ديت، فهيكون السهم دوت في أسعار مغرية جدا، وخاصة كمان إن هو واقف على دعوم قوية. طبعا ممكن الناس اللي عايزة تعمل معاه تريدة سريعة ممكن إن شاء الله تعمل معاه تريدة سريعة، وهنقول إن شاء الله الأرقام اللي احنا ممكن ناخد منها السهم دوت ونحقق منها أرباح كويسة. طبعا السهم هو هنا ارتكز على الدعم 9 جنيه 84 قرش، وعمل صعود بنسبة 6%، ووصل لسعر 10 جنيه 75 قرش، وبعد كده استقر في آخر الجلسة عند سعر 10 جنيه 48 قرش. طبعا زي ما احنا شايفين هنا، هو لما جه اختبر الدعم للأسف جه اختبره ونزل من عليه، وكان فيه هنا هو عمل تلامس مع الترند الصاعد لأسفل مش لأعلى. بس إن شاء الله برضو احنا متوقعين إن هو يبقى في اتجاه صاعد خلال الجلسة أو الجلستين خلال اليومين الجايين إن شاء الله. طبعا أنا السهم دوت إن شاء الله الشراء بتاعه بعد 10 جنيه 64 قرش، يعني مثلا 10 جنيه 65 أو 70 قرش، استقراره أعلى المستوى السعري دوت إن شاء الله هيتم الشراء. وهنبقى أول مستوى مقاومة بالنسبة لنا هيكون 11 جنيه 23 قرش، ده أول مستوى مقاومة. تاني مستوى مقاومة 11 جنيه 97 قرش. طبعا هما دول المستويين المقاومتين المهمين جدا، واللي هو دوت الريباوند بتاع السهم. طبعا احنا في اتجاه صاعد، في اتجاه هابط اسف، في مؤشر ال AGX30. فطبعا يا جماعة الجلستين دول هما الجلستين اللي احنا بنعمل فيهم ريباوند للخسائر بتاعتنا، وهنخرج من السهم. اول مقاومة يا جماعة اللي هي 11 جنيه 23 قرش. هنا هنبدأ نخفف من المركز بتاعنا مثلا بنسبة 50%. لو السهم ارتفع ل11 جنيه 97 قرش، هنا هنبدأ نبيع 50% التانيين. دوت ان شاء الله ممكن يعمل لنا عائد محترم يصل الى 12 17%. طبعا نسبة كبيرة جدا، بس ان شاء الله نأمل ان هو السهم يحققها بالكامل خلال الجلستين القادمين. طبعا مش هياخد المسافة دي كلها في جلسة واحدة، يستحيل، بس احنا بنأمل ان يبقى اليومين الجايين ان شاء الله يكون فيهم ارتفاع. ده بالنسبة للسهم أوراسكوم. تاني سهم معانا هو سهم جهينة. طبعا سهم جهينة طبعا واقف عند دعم قوي، عمل تلامس عند 12 جنيه 50 قرش، وارتفع بنسبة 10% في جلسة يوم 29/4/2024. طبعا نسبة عالية جدا. هو عوض جلستين. طبعا أنا داخل في السهم دوت، فشفت المضارب وهو بيحرك السهم بشكل مريب، بحيث ان هو يخفض يخلي الناس تبيع عند مستوى منخفض من السعر علشان هو يلم السوق كله. فطبعا ان شاء الله بكرة برضو هنلاقي فيه تحركات السهم دوت، تحركات كبيرة جدا، خاصة ان السهم دوت كان نازل عليه توصية فنية من رامبل، وللأسف اتقفلت عند نسبة خسائر 17.5 تقريبا في المية. فطبعا دي فرصة كبيرة جدا ان هم لموا الاسهم دي كلها اللي نزلت في الفترة اللي هم بتاعة توصية رامبل.
طبعا رامبل خلاص قفلت التوصية ديت، وقفلتها بنسبة خسائر 17.5%. طبعا دي كانت لقطة. كان في أسهم بتتباع بأسعار مغرية جدا بالنسبة للميكر، فطبعا الأسهم دي كلها اتلمت بأسعار كويسة وعمل فيها الريباوند 10%. طبعا القمة الأخرى اللي احنا منتظرينها في السهم دوت عند مستوى 15 جنيه ونص. 15 جنيه ونص يا جماعة مستوى مهم جدا، من 15 30 ل15 ونص. انا نصيحتي في السهم دوت يعني هو الريباوند بتاع الجلسة بتاعت جلسة بكرة ان شاء الله، ونخرج منه، لان هنا ممكن يبقى في مستهدف هبوطي اخر يصل الى 11 جنيه و90 قرش، ممكن يمتد الى 10 جنيه 98 قرش. طبعا يا جماعة احنا بنتكلم هنا في عائد محترم جدا، يعني بجلسة 29 وبجلسة غد ان شاء الله ممكن يبقى الاجمالي بتاعها في حدود 22%، خاصة ان هو النهاردة فقط بس حقق نسبة مئوية 10% ارباح. فيعني نترقب الأسهم ديت، وبإذن الله يكون فيها مكسب للجميع، وبالتوفيق ليكم إن شاء الله.